لا خالد ماشي برضك مش عاجباني، عنده حق. المصور أغمى عليه من ريحة الزفارة والجمبري طري ومش بيقرمش غير اللي بيعرضه في فيديوهاته خالص. عمرو بيلا عمل ريفيو عن مطعم شريمب زون بتاع هاني فود، لكن هاني مسكتش ورد بنفس الأوردر اللي طلبه بالصوت والصورة، وغير اسم الصينية باسم عمرو بيلا وعمل عليها خصم 500 جنيه كمان. هاني فود استغل فيديو بيلا أحسن استغلال، ومش هتصدق اللي حصل بينهم. بيلا حضر، بيلا جه، بيلا جاب شريمب زون وهيعمل اللي عليه. بالكلمات دي بدأ عمرو بيلا الريفيو بتاعه لتقييم أكل مطعم شريمب زون، وكأنه داخل العمليات بالبلطو والكفر على راسه وشنبه الكبير، وكان بإطلالة وستايل مختلف، لكن آراءه ما كانتش مختلفة وزي ما متعود في كل ريفيو بيعمله. بيلا طلب صينية كبيرة من شريمب زون وهو بيفتحها قال عمال يقولك بيخرفش وما بيقرمش، تعال نشوف. وعلشان المصداقية وإن هو اللي طلبها عرض الفاتورة قبل ما يبدأ ياكل ويجرب، ودفع 2935 جنيه. المفاجأة بقى إن بيلا قال وهو بيفتح العلب أنا شامم ريحة زفارة وربنا يعلم بيا دلوقتي، واللي خلف الكواليس قربوا يغمى عليهم، والمصور راح مننا مرتين وبنحاول نفوقه اهو. بيلا كان بيحاول يفتح علبة السي فود ولكن كان في صعوبة في فتحها، علشان كده اداها لحد فتحها وهو دخل على التقيل بقى وبدأ بالجمبري. فجأة رماها من ايديه على الصينية تاني وقال لا مش ده الجمبري اللي بتوريهولنا في فيديوهاتك، وطعم الزفارة باين جدا فيه. بعدها أكل الاستاكوزا اللي برضه ما عجبتهوش، قال انا حاسس ان شنبي وقع لتحت من طعمها وحجمها غير اللي بتوريها لنا خالص، فين البطارخ واللحم اللي فيها. فجأة بيلا كبر في السن وصوته اتغير وشعره ابيض وقال الناس بتاكل الكابوريا تطلع الصاروخ، ومع هاني فود هتدوخ، انا خايف اكل السي فود سناني تقع. لما جرب المكرونه قال هو في ايه، هي الحلقه دي لم ينجح احد، وجرب الجرجير على اساس الامل فيه وقال احسن حاجه الجرجير والليمون. هاني فود رد عليه بنفس الصينيه اللي طلبها وجربها قدام الناس وقال هاني حاضر هاني جه يرد على بيلا ويعمل اللي عليه، وقال محتاج اعرف اللي بيحصل مع الناس من مطعمي، وبدا ياكل زيه نفس الاصناف اللي طلبها. الغريب ان لما بدا هاني ياكل الجمبري عمل صوت قرمشه وخرفشه وقال كده شريمب زون براءه، واستغرب من رد فعل بيلا وقال له طالما الصينيه ما عجبتكش ليه ما رجعتهاش واديتها فين؟ اديتها للمصور اللي اغمى عليه مرتين من ريحه الزفاره. هاني كان موضوعي وقال ده سمك وطبيعي يكون فيه ريحه الزفاره، ولو ما شمناش الريحه دي يبقى في حاجه غلط. جرب هاني الاستاكوزا وقال له انت عارف ان حجم الاستاكوزا اللي انت عايزه ده بكام؟ الواحده بتعدي ال 10000، والاستاكوزا مش ثقافتنا ولا متوفره في مصر كتير. العيب مش في الاستاكوزا يا عمور، انت عارف مفعول الاستاكوزا؟ انت كده بتضيع مستقبلها في مصر، دي تبقى كارثه لو اكلتها وشنبك وقع. فجاه هاني قرر يغير اسم الصينيه من بنت السلطان لعمرو بيلا، وخد الريفيو بتاعه كانه دعايه ايجابيه لصالحه، وبدل سعرها من 2000 جنيه خلاها 1500 جنيه. وبالنسبه للمكرونه هاني اكلها بنفس طريقته وقال من اميز المكرونات في مصر، انا هدي مكافاه للشيف اللي طلعها كريمي كده. الكل كان فاكر ان بعد فيديو بيلا المطعم مش هيكون في حد، ولكن ما شاء الله صوروا هاني وكان زحمه جدا، واخد اراء الناس كمان اللي كانوا منبهرين بالاكل وجايين ليه مخصوص من المانيا والسعوديه وجنسيات كتيره جدا. والغريب ان الساعه كانت 11 والمطعم مليان وفي ناس مستنيه دورها كمان.